ايه حكاية محمد اللي الجيش الأوكراني أسره اللي كان بيحارب مع الجيش الروسي؟ وهل فعلا الجيش الروسي بياخد كل الأجانب عنده ويرميهم في الحرب مع أوكرانيا؟ ايه اللي حصل؟ أقاويل كتير حصلت الفترة اللي فاتت والكام يوم اللي فاتوا، 3 أيام اللي فاتوا بالظبط، لما ظهر محمد في فيديو ليوتيوبر أوكراني بيعمل لقاءات مع الأسرى. إيه، محمد له حكاية بسيطة جدا جدا جدا، بس الناس كل واحد اتكلم من وجهة نظره، وفي اللي قال حق القصة كلها بجد بس اجتزأ منها حاجات، وفي اللي قال القصة عموما اللي حصل بالظبط، علشان الناس النهاردة متخوفة. وكل اللي كان جايله فرصة سفر لروسيا الفترة اللي فاتت أو الفترة دي بدأ يخاف ويقول لك لأ، ده أنا هروح هترمي هناك في الحرب. اللي حصل إن محمد كان مسافر زي أي حد رايح يدرس هناك، بس للأسف مصاريف الجامعة كانت غالية شوية، فلقى نفسه مش قادر يكمل، فاشتغل عادي عشان يكمل حياته ويحاول ان هو يدرس في معهد او اي حاجة ياخد شهادة. المهم محمد جات له رسالة بتقول له تعالى اشتغل معانا، هتاخد في التوصيلة 5000 روبل. التوصيلة الواحدة 5000 روبل، مجرد انت هتستلم من مكان وتسلم في مكان. طبعا الشغل ده شغل غير قانوني، مواد مخدرة. تمام. فمحمد راح استلم الشحنة وراح يسلمها في المكان اللي قالوا عليه. قالوا أنا وصلت، بس البوليس قبض عليه واتحكم عليه طبعا. وهناك هما بيخيروا السجناء، ايه رأيك نعفو عنك في مقابل ان انت تدخل الجيش وتحارب معانا؟ طبعا في نقطة لازم كلكم تعرفوها. في روسيا الإعلانات مالية الشوارع للأجانب، بيقولوا لهم انضم للجيش الروسي لمدة 6 شهور فقط وخد 5 مليون روبل، وفي الشهر 300 ألف روبل، من 250 ل300 ألف روبل، وبعد 6 شهور هتاخد الجنسية الروسية. تمام. فاتعرض عليه العرض ده ومحمد وافق ومضى العقد وراح للجبهة واتقبض عليه. ده اللي حصل. مش ان اي حد بيروح هناك الروس بياخدوه ويرموه في الجبهة، لا، ما في مصريين كتير وفي عرب وفي اجانب كتير موجودين في روسيا حاليا وما راحوش الجبهة، ما راحوش حرب. ليه؟ لان الروس مش بياخدوهم عنوة ولا بياخدوهم عافية، لا، هو مضى باختياره، مضى باختياره علشان يخلص من السجن اللي هو حط نفسه فيه باختياره برضه. ممكن تكون دي لعبة من الجهات الأمنية هناك، إن هم اللي بعتوا له الرسالة، بس هو وقع في الفخ. خلاص، أنت اتنصب لك فخ وقعت فيه واتحكم عليك بسجن، وللأسف أنت ضيعت نفسك بنفسك. محمد مقبوض عليه النهاردة أسير بسبب إن هو اختار بنفسه إن هو ينضم للجيش الروسي. وعلى فكرة مش محمد بس اللي موجود في الجيش الروسي، لأ، في مصريين كتير، في مصريين تانيين غيره موجودين في الجيش الروسي، وهم اللي اختاروا بنفسهم الانضمام للجيش. على فكرة هم اللي اختاروا بنفسهم ومضوا العقد بإرادتهم